مخك دلوقتي بيكدب عليك. كل ثانية مخك بياخد ملايين الإشارات من عينيك وودنك وجسمك وبيحطهم في صورة بيسميها الواقع. بس لو قلتلك إن في مادة أصغر من حبة الرمل بتقدر تمسح الصورة دي بالكامل وتخلي مخك يرسم واقع جديد من الصفر. المادة دي جرعة واحدة منها ممكن تخليك تسمع الألوان، تشوف الأصوات، وتحس إن الحيطان بتتنفس. بس المشكلة إن الرحلة دي ساعات ما بتخلص. النهاردة هنفهم ال LSD بشكل لو فهمته صح مني مش هتحتاج تسمعه من حد تاني. هنعرف مين اللي اخترعه بالصدفة، ايه اللي بيحصل جوه مخك ثانية بثانية لما بتاخده، وليه العلماء لسه مختلفين عليه لحد النهاردة، وليه جرعة واحدة بس ممكن تكون آخر مرة مخك يشتغل فيها بشكل طبيعي. بس قبل العلم لازم أحكي لك حاجة حصلت معايا شخصيا. سنة 2023 كنت مسافر دهب لوحدي، ضغط شغل وكنت محتاج أفصل. تاني يوم في الرحلة كنا في سفاري، ودهب لو مرحتهاش قبل كده فلازم تعرف عنها حاجتين. الأولى إنها قريبة جدا من سينا، والتانية إنها مليانة أجانب، والاتنين دول بيخلوا المخدرات متاحة بشكل يخض. وقعد جنبي راجل أوكراني، راجل هادي ريلاكس وقاعد كأنه في عالم تاني، وفي إيده حاجة شكلها شبه طابع البريد وصغيرة وملونة. ولما الفضول خدني وسألته قال لي حاجة فضلت معلقة جوه دماغي مدة. قال لي ده مش طابع، ده مفتاح بيفتح لك باب جوه مخك انت نفسك ما كنتش تعرف انه موجود. وقال لي انه لما بياخده الطبيعه بتتغير من حواليه، الالوان بيبقى ليها طعم، الاصوات بيبقى ليها شكل، والحدود بين الحواس بتاعته بتختفي تماما، وبيحس انه فاهم الكون من حواليه لاول مره. بس بعدين غير لهجته وبقى جد جدا وبص في عيني وقال لي بس في رحله السنه اللي فاتت انا شفت حاجه خلتني اعيط 3 ايام ورا بعض، وصاحبي اللي خدها معايا حاول ينتحر. واللحظة دي هي اللي خلتني أقرر إني لازم أفهم المادة دي بجد، مش كلام من الناس ولكن بشكل علمي. فالنهاردة هحكي لك القصة الكاملة لل LSD. والقصة بدأت سنة 1938 في معمل صغير في مدينة بازل في سويسرا. عالم كيمياء اسمه ألبرت هوفمان كان شغال في شركة أدوية اسمها ساندوز ولسه موجودة للنهاردة. شغل الراجل ده كان بسيط قوي، إنه ياخد مواد من الطبيعة ويحاول يحولها لأدوية، وكان بيشتغل على فطر اسمه إيرجوت، مش نبات ولكنه فطر بينمو على القمح والشعير. والفطر ده مشهور في التاريخ لأنه في العصور الوسطى الناس اللي كانت بتاكل خبز ملوث بيه كانت بتصاب بتشنجات وغرارينا وهلاوس. قرى كاملة كانت بتتجنن وكانوا فاكرين إن ده سحر أو لعنة. هوفمان أخد مركبات من الفطر ده وبدأ يصنع مشتقات منها، والمحاولة رقم 25 أنتجت مادة سماها LSD 25 اختصارا ليزرجيك أسيد داي إيثايلاميد، وجربها على حيوانات والنتيجة إن ما كانش فيه حاجة مثيرة، وبالتالي حطها في الدرج ونسيها. وبعد 5 سنين لحد يوم 16 ابريل 1943 هوفمان قرر يرجع للماده دي تاني، واثناء ما كان بيصنعها كميه لا تذكر مايكروجرامات لمست جلد صوابعه ودخلت دمه، ومن هنا كل حاجه اتغيرت. ومذكراته كتب اضطريت اوقف شغل، حاله غريبه من عدم الارتياح والدوخه سيطرت عليا، وانا مغمض عيني شفت سلسله مش منتهيه من الصور الخياليه، اشكال غريبه والوان شديده بتلعب ورا بعض زي المنظار السحري. ولو اي عالم تاني كان مكانه كان خاف وسابها، لكن هوفمان ما كانش عالم عادي. بعدها ب3 أيام بالظبط يوم 19 ابريل سنه 1943 عمل حاجه مجنونه، اخد 250 مايكرو جرام عن عمد، ودي جرعه ضخمه تعتبر ضعف الجرعه الطبيعيه للمركب ده. وركب العجله بتاعته وهو راجع من البيت، وفي نص الطريق الماده بدات تشتغل، العالم اتحول من حواليه وجارته اللي قابلها شافها مسخ، حس انه بيموت وحس ان روحه خرجت من جسمه. اليوم ده بقى مشهور في التاريخ باسم بايسكل داي. بس السؤال ايه بالظبط اللي حصل جوه مخ هوفمان في الدقايق دي، وليه المادة دي تحديدا أقوى من أي مخدر تاني في تغيير الإدراك؟ وعلشان تفهم ده أنا لازم أفتح لك مخك. مخك فيه تقريبا 86 مليار خلية عصبية، كل خلية متوصلة بألياف الخلايا التانية، والتواصل بينهم بيتم عن طريق مواد كيميائية اسمها نيورو ترانسميترز. وواحدة من أهم الرسائل دي اسمها السيروتونين، والسيروتونين ده مش بس هرمون السعادة زي ما الناس بتقول، لا، السيروتونين له يد في حاجات كتيرة جدا منها المزاج والنوم والشهية، والأهم الإدراك، يعني الطريقة اللي مخك بيفهم بيها العالم كله من حواليك. والسيروتونين بيشتغل إنه بيروح يقعد على مستقبلات على سطح الخلايا العصبية زي مفتاح بيدخل في كالون. واحد من أهم المستقبلات دي اسمه HT2A5. خلي بالك من الاسم ده لأنه بطل القصة كلها. في الوضع الطبيعي السيروتونين بيقعد على ال HT2A5، بيفعله لثواني وبيمشي زي ما تدوس جرس بيت وتمشي، الرسالة وصلت وخلاص. بس ال LSD بيعمل إيه؟ ال LSD بيروح لنفس المستقبل ده، بيقعد في نفس المكان بالظبط ولكنه مش بيمشي،
العلماء في جامعة نورث كارولاينا اكتشفوا سنة 2017 إن ال LSD بيقعد على المستقبل ده وبيعمل حاجة غريبة، بيقفل عليه حرفيًا. في جزء من بروتين المستقبل بيتبنى فوق جزيء ال LSD زي الغطا كده وسموه ال LID. يعني ال LSD بيدخل وما بيعرفش يطلع وبيفضل يشغل المستقبل ده لمدة من 8 ل 12 ساعة متواصلة. بس استنى، في حاجة مهمة جدًا هنا الناس بتغلط فيها، ال LSD مش بيخلي مخك يفرز سيروتونين زيادة خالص، هو نفسه بيتنكر في شكل السيروتونين. هو بيقعد مكانه، يعني مش بيزود الرسايل، هو بيبعت رسايل غلط، رسايل مزيفة المخ للأسف بيصدقها، وده بيعمل مشاكل. طب ده بيعمل إيه في المخ؟ المستقبل ده منتشر بشكل كبير في منطقة اسمها الفيجوال كورتكس، ودي المسؤولة عن كل حاجة بتشوفها. فلما المستقبلات دي بتتنشط بشكل مجنون مخك بيبدأ يخترع صور مش موجودة، ودي الهلاوس البصرية. بس مش بس كده، ال LSD بيضرب كمان في مستقبلات كتير منها الدوبامين وده المسؤول عن المتعة والمكافأة، وبيضرب في الادرينرجيك ريسبتورز وده اللي بينشط الجسم وبيخليه في حالة يقظة ووعي، وبيأثر على الجلوتاميت وده أقوى ناقل عصبي منشط في المخ. والنتيجة بتاعت القصة دي كلها إن مخك بيدخل في حالة اسمها الهايبر كونكتيفيتي. في الوضع الطبيعي مخك شغال بنظام، كل منطقة ليها وظيفة وما بتتكلمش مع مناطق ملهاش علاقة بيها، منطقة السمع لوحدها ومنطقة البصر لوحدها ومنطقة الذاكرة كمان لوحدها. بس ال LSD بيكسر النظام كله. فجأة منطقة السمع بتتكلم مع منطقة الألوان، ومنطقة اللمس بتتكلم مع منطقة الذاكرة، منطقة المشاعر بتتكلم مع كل حاجة. والحالة دي ظاهرة اسمها ساينثيزيا، يعني حواسك بتختلط. والناس اللي جربت ال LSD بتقول أنا سمعت لون أحمر أو شفت صوت البيانو أو حسيت بطعم رقم 7، مش مجاز ومش شعر. الناس دي حرفيا مخهم لخبط الحواس دي كلها في بعض. يعني لو مخك في الوضع العادي بيلعب أوركسترا، ال LSD بيخلي كل عازف يعزف أي حاجة هو عايزها في نفس الوقت، والنتيجة ممكن تكون سيمفونية، ممكن تكون فوضى مطلقة. وهنا السؤال، لما الفوضى دي تحصل مين اللي بيقرر أنت هتعيش سيمفونية ولا كابوس؟ وده بيوصلنا لأكتر مصطلحين مشهورين في عالم ال LSD. هل أنت دخلت في جود تريب ولا باد تريب؟ الجود تريب هو اللي الناس بتروج له، إنك بتشوف الطبيعة بشكل ما شفتهوش قبل كده، بتحس بسلام داخلي، بتحس إنك فاهم الكون كله من حواليك. بعض الناس بتوصف إنها حست بتجربة روحانية أعمق من أي حاجة عاشتها. بس الباد تريب هو لما نفس الهايبر كونكتيفيتي دي بتشتغل بس في الاتجاه المعاكس، بدل ما مخك يخترع جنة بيخترع جحيم. بتشوف وشوش متشوهة، بتحس إنك بتموت وإنك عارف إنك بتموت بس مش قادر توقف الموضوع. بتحس إن جسمك بيتفكك وبتنسى أنت مين، وبتنسى إنك خدت مخدر أصلا. والمشكلة إن مفيش حاجة في إيدك، ال LSD متقفل جوه المستقبل، فمش هتقدر توقف الرحلة. أنت محبوس هنا لمدة من 8 ل 12 ساعة مع أسوأ كابوس في حياتك وأنت صاحي. الفرق بين الكابوس العادي والباد تريب إن الكابوس أنت بتصحى منه، لكن الباد تريب أنت بتكون صاحي فيها. بس ده مش أسوأ حاجة في ال LSD، الأسوأ هو اللي بيحصل بعد ما الرحلة تخلص. خليني أسألك سؤال، لو أخدت دواء والدواء مفعوله خلص المفروض بترجع طبيعي، بس مع ال LSD ده ما بيحصلش دايما، بيحصل حاجات كتيرة قوي هحكي لك عنها. أولا الفلاش باكس، ناس كتير بعد ما بتاخد LSD بتتفاجئ إن بعد أسابيع أو شهور أو حتى سنين جزء من الرحلة بيرجع فجأة وبدون سابق إنذار. بتكون ماشي في الشارع عادي وفجأة الأرض بتتموج تحت رجليك وتبص على وش حد وملامحه بتتحرك، ومش لأنك أخدت أي حاجة بس لأن مخك فاكر. والأخطر هي حالة اسمها Hallucinogen Persisting Perception Disorder واختصارها ال HPPD، ودي حالة طبية معترف بيها فعلا مش كلام ناس ولا كأنه تشخيص رسمي. اللي بيحصل في الحالة دي إن الشخص بيشوف اضطرابات بصرية بشكل مستمر، هالات حوالين الأضواء، أنماط بتتحرك على الأسطح أو نقط بتطير في مجال الرؤية حواليه، أو شوية تلج كأنه بيبص على التلفزيون مشوش طول الوقت. يعني المخ عمل أبديت بس الأبديت طلع فيه مشكلة، يعني الرحلة بتكون خلصت بس مخك لسه مسافر ومش عارف يرجع. وده بيحصل أحيانا من جرعة واحدة، مش لأنك مدمن ولكنك استخدمت جرعة واحدة بس. والأثر النفسي للباد تريب ناس كتير بتعاني منه، فناس كتير بيبقى عندها انزايتي مزمنة، بارانويا أو دي بيرسوناليزيشن إنه بيكون مش شايف نفسه حقيقي، أو دي ريلايزيشن إنه يحس إن العالم كله مش حقيقي. وفي بعض الحالات الشخص بينتحر، وده مش لأن المادة في جسمه ولكن التجربة سابت ندمة في مخه، التجربة كسرت الأنا الداخلية. بس لو ال LSD ده مرعب للدرجة دي هتستغرب لما أقولك إن في دكاترة في أكبر جامعات العالم بيحاولوا يستخدموه كعلاجات، ودي الجزئية اللي بتخلي ال LSD أغرب مادة في تاريخ الطب.
في العقد الأخير جامعات زي جونسون هوبكنز وإمبريال كوليدج لندن رجعوا يدرسوا ال LSD ومواد مشابهة زي المادة اللي موجودة في الماجيك شرومز، ودي هعمل عنها حلقة قريب. واكتشفوا حاجة صدمة جدا، إن في جرعات متناهية الصغر اسمها مايكرودوزز وتحت إشراف طبي كامل ومتابعة نفسية. المواد دي ساعدت ناس عندها اكتئاب مقاوم لكل الأدوية التقليدية، ناس عندها PTSD أو تروما بعد الصدمة، وناس عندها قلق الموت، وده بيكون عند كتير من مرضى السرطان في المراحل الأخيرة. والفكرة إن الهايبر كونكتيفيتي اللي قلنا عليها لو إنها ممكن تكون مفيدة في حالة واحدة لما مخك بيكون ستك. الاكتئاب المزمن مثلا بيعمل حاجة في المخ بيخليه يلف في نفس الأفكار السلبية في لوب ما يقدرش يكسرها، ولكن ال LSD وبجرعة محسوبة بيقدر يكسر اللوب دي، وبيخلي المخ يعمل كونكشنز جديدة ويديله فرصة يشوف الأمور من زوايا مختلفة. بس الكلام ده في بيئة طبية بجرعات محسوبة بالميكروجرام على ميزان حساس مع طبيب نفسي قاعد جنبك في جلسة ممكن تاخد تحضير أسابيع قبلها، مش من طابع واحد في رحلة سفاري. فالفرق هنا بين العلاج والتدمير مش المادة واحدة، ولكن الفرق في مين اللي ماسكها. عشان كده لما العلماء بيقولوا إن ال LSD مش خير مطلق ومش شر مطلق ولكنه أداة، والأداة في إيد العالم حاجة، في إيد شخص عادي في حفلة هي حاجة تانية. وهنا في سؤال ذكي جدا ممكن يجيلك، طيب لو المادة دي ما بتعملش إدمان والجسم مش بيطلبها وملهاش أعراض انسحاب، فليه هي خطيرة؟ وده بالظبط اللي بيخليها خطيرة. المخدرات اللي بتعمل إدمان زي الهيروين أو الكوكايين جسمك بيقولك أنا محتاجها، فأنت عارف إنك مدمن وعارف إن عندك مشكلة. لكن ال LSD مش كده، ال LSD بيسيب الأثر في العقل، في الذاكرة، وفي الطريقة اللي بتشوف بيها العالم. والأخطر إن مفيش حد يقدر يتوقع هيحصل إيه. نفس الجرعة بالظبط اتنين مختلفين، واحد فيهم هيعيش أحلى تجربة في حياته والتاني هيعيش أسوأ كابوس، وملناش أي طريقة في الدنيا نعرف مين فيهم هيعيش الرحلة دي قبل ما ياخدها. يعني أنت حرفيا بتلعب راشن رولت ولكن بمخك. فلما بفتكر الراجل الأوكراني اللي في دهب اللي قال إن ال LSD بيكسر الأنا وبيخليك تختبر حدود نفسك، بفكر في حاجة هو ما قالهاش ليا، إن الحدود دي موجودة لسبب. مخك حاطط حدود بين الحياة والخيال علشان يحميك، والمادة دي بتشيل الحماية. ألبرت هوفمان الراجل اللي اخترع ال LSD عاش 102 سنة، وده حقيقي، بس هو كان كيميائي وفاهم بالظبط إيه اللي بيحطه في جسمه، وكتب في آخر حياته حاجة مهمة: اللي بيزعجني مش إني اخترعت ال LSD، اللي بيزعجني إن الناس فاكراها لعبة. فمفيش رحلة تستاهل إنك ترجع منها ومخك مش بتاعك. ولو الفيديو ده غير حاجة في فهمك، اعمل لايك ليه عشان يوصل لحد ممكن يكون محتاجه، واشترك في القناة لأن الحلقة الجاية هتكلم عن مادة تانية مهمة برضه. أحب أقول لك إني عايز أشوفك هناك.